السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان كلشي بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. الإخوان، هاد العينة اللي كتشوفوا معايا، هاد العينة من المستحدثات المتحجرة. هادي بقايا من واحد الصدفية كبيرة بزاف، عملاقة بحرية متحجرة. يعني كما كيعرف الجميع بأن يعني من العوامل والظروف اللي كتلعب واحد الدور مهم في تشكل المستحدث، وهو يعني الشروط اللي كتساعد هاد باش المستحدثات يعني يوقع لهم بحال هكا يعني هاد التحجر. يعني كلما كان البحر كينتهي في واحد المكان وكيخلي البقايا ديال المستحدثات ولا ديال الحيوانات البحرية ولا ديال اي حاجه من الحيوانات البحريه، كاينين يعني الصدفيات اللي كيكونوا على هذا الشكل كيبقاو على هكا كيتحجروا. بالنسبه للحيوانات البحريه الاخرى، كاينين الحيوانات اللي يعني كيرميها البحر كتفتز، يعني ما كتحجرش الا الهياكل العظميه هي اللي كتبقى والاسنان. اما بالنسبه للمستحدثات الاخوان، اغلبيه ديال المستحدثات البحريه يعني بحال هاد الصدفيات، هاد الصدفيات عملاقه، تيكون عندهم واحد النسبه كبيره في السن ديالهم، يقدروا يوصلوا 50 مليون سنه ولا اكثر على حسب يعني. وباش ما يعني تيكون الانقضاء ديال البحر في واحد المكان، باش ما كيخلي هاد الصدفيات تيوقع لهم كما كتشوفوا معايا في هاد الصوره واحد التحجر قوي جدا اللي كيبين ديك الصدفيه بانها يعني وصلت لواحد المرحله ديال التحجر. هذه الاخوان وريتها لكم، يعني كاين واحد العدد ديال الاخوان اللي لقاو هاد الصدفيات هكا. يعني كاينين بعض المناطق اللي كيتواجدوا في هاد المستحدثات على هاد الشكل هذا، وكاين الاخوان اللي كيصحابهم. وشنا هي ذيك الاخوان؟ هذا هو العنوان ديال هذه الحلقه الاخوان. يعني انتبهوا لهاد العينات، راه هما غير مجرد مستحدثات بحريه، تيكونوا على اشكال يعني حيوانات ولا صدفيات، على الانواع ديال الاشكال ديال الصدفيات يقدر يوقع لهم بحال هكا على هذا الشكل هذا. وكاين الاخوان اللي تيصحابوا من نيازك. المهم خذوا هذه المعلومه وديروها في البال، راه كاين اماكن كيتواجدوا بها هاد المستحدثات بكثره. تحياتي اليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.